ادم وطني ارفع ايدك، النادي الاهلي هو سيدك. لا بجد يا جدعان والله. مين ادم وطني دوت؟ انت مين يا ابني؟ انت مين يا حبيبي؟ انت مفكر نفسك ايه؟ انت مين عشان كل يومين ثلاثة تطلع لك تصريحات تستفز فيها الاهلي وجمهور الاهلي؟ انت مين؟ انت مين عشان تحرض وسام ابو علي انه يمشي ويتمرد على الاهلي وبعدها بتعمل نفس الكلام مع امام عاشور؟ انت مين عشان تحاول تلوي دراع النادي الاهلي اللي ده مش هيحصل؟ انت ولا حاجه. انت ولا حاجه. انت قصاد الاهلي مالكش لازمه. قصاد الاهلي مالكش لازمه، قصاد جمهور الاهلي مالكش لازمه. اعرف انت تتعامل مع مين، اعرف مقامك ايه. طلع بيقول لك امام عاشور مش مكمل وماشي اخر الموسم. يركن امام عاشور دلوقتي على جنب وهنجيله، هنيجي للاعلام اللي ساب مشاكل الانديه التانيه وال17 ايقاف قيد والبلاوي اللي عندهم واي حاجه في الاهلي. اصل امام عاشور عطس، اصل زيزو عض ضوافره. هم ده الاعلام، هنيجي لكل دوت. بس مين ادم وطني دوت؟ انت تعرف تمشي امام عاشور اخر الموسم وعاده مستمر لسه سنتين؟ بطل انت؟ ولا انت راجل على الاهلي؟ ولا انت ماسك عليهم حاجات عشان كده؟ ما هي ما تفهمش غير كده. يا انت راجل عليهم يا انت ماسك عليهم حاجه عشان تطلع تقول اللي همشي امام عاشور. امام عاشور مش مكمل ماشي اخر الموسم. مين انت عشان تقول كده وعقده مستمر؟ مفكر نفسك انت طالع بقالك فتره ما وراكش حاجه غير الاهلي. اي تصريح او اي لقاء تلفزيوني بيطلع فيه، اي مكالمه، اي حاجه، لازم يطلع بتصريحات تستفز الاهلي وجمهوره. وفين الاهلي من الكلام ده كله؟ فاكرين الحلقه اللي كنت بقول لكم فيها انا حاسس ان هيبه الاهلي بدات تروح في عهد الاداره ديت؟ ما هو ده الكلام ده كله من هيبه الاهلي. كان في دكر، مش وكيل بس، وكيل اي حد خلقه ربنا يقدر يطلع يتكلم عن الاهلي كده، يقدر يفكر بس، مش هقول لك يقول، يفكر بس انه يلوي دراع الاهلي. كانش حد يقدر. دلوقتي لا، بقى كل دوت يحصل. هات اصغر واحد هتلاقيه طالع بيلوي دراع الاهلي. هات اقل واحد زي الشخص اللي طالع بيقول لك امام عاشور ماشي، ده اقل حاجه في الدنيا طلع بيتكلم هو ملوش لازمه. والله العظيم ما ليه لازمه. قصاد الاهلي وقصاد جمهور الاهلي ملوش لازمه. اسمع بقى اللي بقول لك عليه. هو اداره الاهلي اللي عملت كل ده، اللي خلت ناس ملهاش لازمه بقى ليها لازمه. هو مين اللي حضر ادم وطني ده ومين اللي كان بيتعامل معاه في الاول؟ ما هي اداره الاهلي. هو وكيل مصطفى محمد وكان وكيل وسام ابو علي. قال لك هنمشي وسام، وهو وكيل مصطفى هيجيب لنا مصطفى، مش عارف وكيل مين هيجيب لنا مين. فين الكلام ده؟ ده شخص دوره مهاجمة الأهلي، شخص دوره استفزاز الأهلي والجمهور، ومش هيعرف. مش هيعرف صدقني، اسمع مني. كان اللي قبلك أشطر، كان غيرك أشطر، كان غيرك حاول كتير وكان عرف. ده مقامك، ده مقامك. ولازم إدارة الأهلي هي يا باشا، أنا في 3 4 وكلاء هم اللي بتعامل معاهم. اللاعبين اللي جاي لي دول ال3 4 وكلاء اللي هتعامل معاهم، مش هتعامل مع حد. طالع كلام، وانا الله يعني انا احساس ان الكلام اللي طالع دوت طالع عشان الجمهور يهدى، ان الاهلي محضر ملف وهيقاضي ادم وطني، مش عارف هيعمل ايه مع ادم وطني ومنع التعامل مع ادم وطني. الله اعلم. بس انا احساس ان ده كله شو علشان الجمهور يهدى. طب انت مستني يا ادم؟ انت محضر كل دوت وانت هتقاضيه وهتعمل في مستني ايه؟ مستني يقول ايه تاني؟ مستني يعمل ايه تاني؟ من اول وسام ابو علي والتصريحات ما بعد وسام ابو علي. نيجي لإمام عاشور ودور الإعلام. إمام عاشور ودور الإعلام. الإعلام اللي سايب مشاكل الأندية التانية كلها بلا استثناء. سايب هبوط الإسماعيلي، سايب 17 إيقاف قيد عند نادي الزلو، بمشاكل نادي كل حاجة سايبها وماسك في الأهلي. إمام عاشور الأول من الآخر لعيب كبير، أحسن لعيب في مصر، أحسن لعيب في العالم. مارادونا يا عمي، إيه اللي أنت عايز تقوله قوله. فاهم؟ عايز تلعب وتأدي وتبقى قد التيشيرت اللي انت لابسه، عارف قيمة التيشيرت اللي انت لابسه، وعارف قيمة الجمهور بتاع التيشيرت اللي انت لابسه، وعارف تاريخ التيشيرت اللي انت لابسه. اهلا وسهلا، هنشيلك فوق راسنا، هنشيلك فوق راسنا. غير كده مش عايز اقول كلمة ما ينفعش تتقال. عايز تلعب العب، مش عايز تلعب من اصغر بوابة، والله اصغر بوابة في النادي، مع السلامة. في ناس بتقول لك هو ما بيطلعش وما بيردش علشان الاهلي مانع. الكلام ده يا باشا على عيني وعلى راسي، وانا معاك ان الاهلي مانع ما يقدرش يطلع يرد او ينفي او يكذب الكلام اللي بيتقال من ادم وطني. ماشي يا باشا، بس ده مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه تصريحات تخص امام عاشور من الوكيل بتاعه، او اللي بيتقال ان الوكيل بتاعه اللي واخد الوكاله بتاعته، ومفيش اي رد فعل.
هو يا باشا الوكيل بتاعك الوكاله بتاعتك، اطلع قول له ما تتكلمش على لساني، بينك وبينه ما اقولكش اطلع صرح. عايز تجدد وتمد عقدك باللي النادي يقوله لك ويحطه لك، اهلا وسهلا. ما عندناش يا باشا بقى انا عايز اتساوى بفلان واتساوى بعلان، مفيش الكلام دوت. لا ده اللي معروض عليك، موافق موافق مش موافق هات عرض يرضيني انا كاهلي ومن اصغر بابا في النادي. خصوصا يا امام انك عندك سابقات مع جمهور الاهلي ومع النادي الاهلي. خصوصا يا امام ان جمهور الاهلي عثر على نفسه ليمونه وتقبل وجودك في النادي، وبقى يسقف لك وبقى يدعمك، ولا هو امام عاشور اهو وعندي غزاله وكل الكلام اللي انت عارفه. عصرنا على نفسنا ليمونه وسكتنا. هتسوق فيها من اصغر بابا زي ما بقول لك، انا جبتها لك بحاجه محترمه شويه اصغر بابا، لان لو قلت كلام غير كده مش هينفع انزل الحلقه بيه يعني، انت فاهم هتتشال. فمن اصغر بوابه. وانت اغبى، انا اسف، اغبى تفكير انا شفته. واحد انت جاي من نادي الزمالك، خسران جمهور الزمالك، عملوا شكل اللي ما يتعملش، دخلوا عرضك وبيتك وكل الهتافات اللي تتخيلها اتقالت لك، وخسرت ايه؟ جمهور الزمالك. هتيجي تخسر كمان جمهور الاهلي، خلاص يا باشا اعتزل بقى، اعتزل. ويا ويلك لو جمهور الاهلي قلب على حد، كهتافات بقى، ككل ضغط، ككل حاجه. اسمع، ما يسال محمود علاء، اسال شيكابالا، اسال ناس كتير قوي. فانت يا باشا مش عايز تلعب، مش عايز تجدد، هات عرض وامشي. عايز يا باشا تجدد وتلعب باللي الاهلي يعرض عليك واللي الاهلي شايف انه مناسب ليك ومناسب للاهلي، تمام يا باشا. مش عاجبك هات عرض من اصغر بابا، سلام عليكم، خلصنا. لكن شغل بقى، احنا ما ورناش حاجه غيرك ده كل يعني، احنا من قله المشاكل اللي عندنا سايبين بقى كل حاجه، وسايبين المشاكل والمدير الفني وي 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 وماسكين في امام عاشور. كل يوم تصريح عن امام عاشور، كل يوم هتنام ده. هقفل معاكم دلوقتي، هفتح السوشيال ميديا تلاقي تصريحات عن امام عاشور ومواضيع عن امام عاشور. ايه يا عم، في ايه يا عم، في ايه يا عم؟ ولا خلقك ما خلقش غيرك؟ لا عمرنا وقفنا على حاجه. ابو تريكه اعتزل، ابو تريكه اعتزل. اللي انت ما تجيش صباع رجله الشمال مش اليمين حتى، فوق لنفسك. الاعلام بقى في ايه؟ في ايه؟ انا عارف طبعا ان عشان تتشاف وعشان تطلع ترند وي 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 لازم تتكلم عن الاهلي. يعني الزمالك عنده يوم السبت العوده بتاعت نهائي الكونفدراليه، 93% من البرامج الرياضيه، 95% من الوقت بتاعها عن الاهلي، عن تجديد امام عاشور، عن مش عارف مشاكل ايه، عن علات. اتفرج وشوف، هات لي برنامج واحد مش كده. ماشي، الاسماعيلي هبط في البرنامج، اصل والاهلي يجي في النص. لا له هبوط الاسماعيلي، احنا زعلانين على الدراويش وصل له. الزمالك عنده 17 ايقاف كيد، لا ارى لا اسمع لا اتكلم. ايه يا باشا، ايه يا باشا، خلي بقى عندكم دم شويه واحساس. زي ما بتتكلم هنا اتكلم هنا، زي ما بتظهر المشاكل اللي هنا اظهر المشاكل اللي هنا. والاهلي بقى مستباح، مستباح من اللعيبه، مستباح من الوكلاء، من اتحاد الكوره، من الاتحاد الافريقي، من المنافسين، من الاعلاميين، من كل حاجه. الاهلي بقى مستباح. ف يا رب الفتره دي تعدي على خير، عشان الواحد جد وزهق من الفتره ديت، لان عمره ما شاف الاهلي كده ولا عمره ما اتعود على الاهلي كده. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. باذن الله الاهلي لما بيقع زي ما قلت لك قبل كده بتبقى الامه ما حدش بيقف قدامه بيسفلت اللي بيجي في وشه. فخلينا نشوف عندنا ماتش المصري، وصح مبروك، الف 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 مبروك من كل قلبي. يعني بص انا من كل قلبي الف مبروك لهبوط الاسماعيلي. هتقول لي يا عم نادي جماهيري، يا عم نادي جماهيري ايه يا عم، يا عم نادي جماهيري ايه؟ والنبي بطلوا بقى شغل الصعبانيات دوت، واللي هو انا بتعاطف مع ده وبتعاطف مع ده وبتعاطف. انت لما بتقع اول ناس بيشفطوا فيك هم. زي ما يقول لك اصل احنا انديه عرب لا يا باشا، ما اعتمدش الكلام دوت. انت ما بيحصلكش اي مشاكل او بلاوي غير من الانديه ديت. اكتر انديه بتفرح فيك، اكتر انديه بتشمت فيك. فمن كل قلبي، من كل قلبي مبروك، الف مليون مبروك لهبوط الاسماعيلي الدرجه الثانيه، وعقبال الدرجه الثالثه والرابعه، وعقبال ان النادي يتقفل خالص. وهنقول ايه بقى؟ اركب الدراويش دريجين دريجين وهتدروش. قلت امسي عليكم في اخر الفيديو، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.